صباح الخير عليكم أو مساء الخير، الوقت اللي حضراتكم هتشوفوني فيه يا رب تكون بخير. معايا هنا طاجن لحمة وكمان متغطيه برغيف أو طبقة عيش كده خفيفة حلوة، ومقدمت معاها رز بالزبيب والقرفة والقراصية وسلطة خضرا. وصفة سهلة وحلوة وكان طعم اللحمة هايل جدا. يلا نشوف الوصفة دي عملناها ازاي مع بعض. هنا معايا كبابة صيني وحبهان. لو الاتنين دول عندك مطحونين لوحدهم يبقى تمام، مش مطحونين هتطحني كمية صغيرة كده حوالي معلقة صغيرة من الحبهان والكباب الصيني. هنا معايا الجزء اللي انا شاورت عليه هو ده الحبهان والكباب الصيني، وفلفل اسود وسبع بهارات وملح. زيادة الكباب الصيني بتدي طعم حلو قوي للحمة اللي في الطاجن. معايا هنا بصل شرايح وطماطم وتوم مهروس او مفروم. كمية اللحمة طبعا اللي انتي بتحتاجيها هي اللي هتعمليها. هنا كل التوابل دي انا جمعتها كده مع بعض، وهبتدي اتبل اللحمة. انا عملت معاكم اكتر من مرة وصفة لحمة في الطاجن او في الحلة، بس المرة دي مختلفة في ايه؟ كنت دايما بدي للحمة صدمة علشان اقفل المسام وتحتفظ بالعصارة بتاعتها، فتكون طرية وجوسي كده فيها، مش ناشفة يعني مش شديدة عليا. بس الطريقة دي كمان هتبقى اللحمة طرية قوي وهتبقى حلوة، واللي هيجربها هتعجب. كده انا تبلت اللحمة بتاعتي بالبهارات اللي انا اخترتها في البداية. هبتدي بقى اطبق الطاجن بتاعي وبرضه هبهر البصل. لو انتي عايزة تقطعي البصل كروم مفيش مشكلة، هيديكي نفس النتيجة. هنا انا هبتدي بقى افك كده البصل من بعضه، وهضيف له شوية من البهارات بتاعتي. قد ايه الكبابة الصيني دي بتبقى مفعولها حلو قوي وريحتها حلوة قوي قوي في اللحم. ضروري ندعك البصل بالفلفل الاسود والبهارات علشان يكون طعمه قريب قوي قوي لطعم اللحمة، وكمان يديلها طعم حلو. بعد كده ما دعكت البصل بالفلفل الاسود، هبتدي زي ما هنشوف كده انا بفكه من بعضه عشان انا مش عايزاه متكتل، عايزاه كله فاكك من بعضه وكله ياخد من البهارات. هبتدي كده بقى انزل باللحمة بتاعتي، وبرضو هلف اللحمة في البصل. الوصفة دي سهلة قوي قوي قوي، يعني تجهيزها ما بياخدش حاجة، اهم حاجة السوا. وزي ما قلتلكوا قبل كده التسوية بتاعت اللحمة بترجع لنوع اللحمة. اللحمة لو صغيرة مش عجوزة ما بتاخدش وقت، لكن لو اللحمة طبعا كبيرة بتاخد وقت في النار، وده ما بيبقاش ليها طعم حلو. لكن كل ما كانت صغيرة اسعفتك واديتلك ايه نتيجة كويسة. هنا انا كنت خلاص كلها تبلتها. هنزل بالطماطم بتاعتي على وش اللحمة. طبعا انا محتاجة سائل علشان اللحمة بتاعتي تستوي، وهنا هنزل بباقي البهارات. لو السائل بقى بتاعك، لو انتي عايزة عندك شوربة تقيلة حطي كوباية. عايزة تضيفي معلقة معجون صلصة طماطم على المية، كوباية مية برضو مفيش مشكلة. هنا معايا معلقة زبدة بلدي، معلقة واحدة بس كفاية. وخصوصا لو كانت اللحمة بتاعتك دسمة يبقى ما تضيفيش، لكن لو اللحمة بتاعتك حمرا هنكتفي بمعلقة الزبدة بس، معلقة واحدة فقط. تمام. هنا بقى هجهز معايا كوباية واحدة مية، وهضيف للكوباية دي نص معلقة صغيرة كزبرة. الكزبرة لو انتوا واخدين بالكوا انا ما ضفتهاش خالص، نص معلقة صغيرة كزبرة. وهضيفها كده من الجنب، كوباية واحدة بس، لان انا عارفة اللحمة بتاعتي مش هتاخد وقت، فهكتفي بكوباية. لو انتي حاسة ان اللحمة بتاعتك هتاخد وقت يبقى ضيفي كوبايتين على طول. هقفل كده عليها بالورق الفويل، وهدخلها فرن سخن على درجة حرارة 220 حوالي تلت ساعة، وبعد كده ههدي عليها، يعني هتاخد ساعة ساعة وربع بالكتير. هنا هبتدي اجهز الرز. معايا هنا بصلة متقطعة كرهو صغير،
هنزل يعني هضيف معلقة زيت، زبدة كده الدهنية اللي انتي بتفضلي. انا كنت هنا ضفت معلقة زبدة على البصلة بتاعتي وهبتدي ادبلها شوية. انا مش عايزة طبعا لونها يتغير، بس عايزاها تدبل. ضفت هنا عود قرفة سيجار، يا رب بس التصوير يكون واضح، ومكعب مرق زي ما انا هو بوضحه لكم، وهبتدي ادبلها شوية. وكمان فصين توم، فصين 2 بس مش اكتر، لان انا هعمل كوبايتين 2 رز بس. ضفت بقى، نزلت هنا بكوبايتين مية وربع معلقة صغيرة كبابة، عفوا بابريكا، وكمان قدهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ملح. يبقى انا ضفت بابريكا مدخنة، دي هتديني طعم حلو قوي، وكمان كاري. ونزلت هنا بكوبايتين الرز المصري المغسولين، وهبتدي اسيبهم كده علشان يتشربوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا معايا حوالي معلقتين 2 زبيب بس عشان كمية الرز مش كتيرة، ومعايا قراصية ومقطعاها وشايلة البذر منها. هنا معايا كوباية واحدة دقيق. هبتدي هنا بقى اعجن كوباية الدقيق او الرغيف اللي انا هغطي بيه الطاجن بتاعي. دي كوباية واحدة دقيق، ومعايا نص كوباية مية. الدقيق ده متعدد الاستخدامات، حطيت له رشة ملح صغيرة وهبتدي اعجن. ممكن تاخد نص كوباية مية، 3/4 على حسب نوع الدقيق بتاعك. دي طبعا كوباية مش هتاخد وقت في العجن خالص، بس الفكرة انا عايزاها تبقى طيعة معايا، فانا هعجنها وهسيبها شوية صغيرة تهدى. كل ما سبتي طبعا العجينة كالمعتاد ترتاح، اديتلك نتيجة كويسة واتفردت معاكي. انا مش هحط لها اي حاجة تاني غير معلقة زيت زيتون، زيت عادي المتوفر عندك اهو، زي ما انتوا شايفين كده على ايدي، حاجة بسيطة خالص لانها كوباية واحدة بس. هسيبها بقى ترتاح بعد كده، وهبتدي بقى ارجع للرز بتاعي واشوفه استوى ولا لسه. رجعت كده للرز، كان فاضله شوية صغيرة. في الاثناء دي انا هبتدي انزل بالزبيب والقراصية بتاعتي. اللي حابب انه ينقع الزبيب شوية مفيش مشكلة، اللي حابب ينزل بيه والرز يكون لسه قدامه شوية وقت برضه هيديكي نفس النتيجة. انا هنا نزلت بالزبيب والقراصية، وهبتدي اخلطهم بالرز كويس، وهسيبهم يكملوا تسوية مع الرز. الرز في العادة بياخد 20 دقيقة مش اكتر. لو بعد 10 دقايق بالظبط ضفتي الزبيب والقراصية هيديكي نتيجة كويسة، وهيكون طعمهم هايل مع الرز. هنا بقى رجعت تاني للعجينة بتاعتي او الرغيف اللي انا هجهزه لوش الطاجن. وفي الوقت ده برضو الطاجن بتاعي كان خلاص قرب يدخل على السوا، واللحمة كانت ريحتها طلعت وهايلة جدا. مش هياخد وقت خالص، طول ما انا سبته يرتاح هيتفرد معايا الرغيف بمنتهى السهولة. انا جريته علشان مش عايزاه يكون طويل عليكم. كده بقى الطاجن بتاعي خلاص خرج من الفرن بالصورة دي، وكانت اللحمة مستوية. هفرد كده العجينة بتاعتي على وشه، وضروري نسويها كده وناخد الجزء الزيادة ده، وهتشوفوا برضو هعمل فيه ايه. هنا معايا معلقة زبدة، لو زبدة عادية زبدة بلدي طبعا تكون افضل، هتدينا طعم احسن. هنا انا دهنت وش اول طبقة، والجزء اللي فضل اللي خدته من حروف الطاجن فردته برضو تاني علشان احطه كطبقة تانية. طعم الرغيف ده بيبقى هايل قوي، وبياخد من ريحة اللحمة، وحقيقي بيبقى تحفة جدا. معلقة الزبدة اللي انا بضيفها في النص بتديله برضو طعم حلو قوي.
لو جربتوه هتشوفوا وهتحسوا باللي انا بقولكوا عليه. الطاجن ده هايل قوي، ولو بنجيبه من بره طبعا بيكون مكلف جدا. هنا بقى برضو هبتدي ادهن وشه معلقة زبدة، ولو انتي حابة تسيبيه كده من غير اي حاجة وتدخليه الفرن على طول مش هيبقى فيه مشكلة. عايزة تضيفي شوية سمسم حبة البركة الموجود عندك، هيديله شكل حلو قوي وهيبقى شيك قوي. لو عندك عزومة حبيتي تغيري من وصفات العيد للحمة وحبيتي تعمليه بدل الفتة، عندك اختيارات كتيرة قوي ممكن تنفذيها فيه. كده انا حطيت شوية البركة وشوية شوية سمسم. هيدخل بقى الفرن مش هيغيب حوالي 5 دقايق وهيخرج كده بالصورة الحلوة دي. وده طبعا كان شكل الرز بعد ما استوى، وكانت ريحته هايلة قوي. يا رب الوصفة تعجبكم، ويا رب كل المحتوى بتاعي يعجبكم. لو بتستفيدوا منه وعجبكم ياريت تقولولي في التعليقات. الطاجن ده يكفي حوالي 5 أفراد، ووصفة سهلة وبسيطة وتغيير عن المعتاد. استوى طبعا الرغيف بتاعي أول وتاني طبقة وكان هايل جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا أنا هحاول أمسكه بس اللحمة كانت سخنة وبس كانت مستوية.